في قرية هادية بتنزانيا اتولدت أسطورة مرعبة عن راجل اسمه إسماعيل عزيزي. الناس بتقول إنه مات 6 مرات ورجع للحياة في كل مرة. قصته قلبت المنطق والإيمان وحولته من إنسان عادي لشبح عايش وسطهم. أول مرة واجه الموت كانت بعد حادث عمل خطير. الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله المستشفى، وأهله بدأوا في إجراءات الجنازة. لكن قبل الدفن بلحظات فجأة قام من المشرحة ومشي، وكأن الموت اتراجع عنه. اللي حصل ما كانش مجرد صدفة. بعد فترة أصيب بالملاريا، حالته اتدهورت بسرعة والأطباء أعلنوا موته مرة تانية. بس وهو في طريقه للدفن رجع يتنفس قدام عيلته المذهولة. المشهد ده حول حزنهم لصدمة وخوف. الموت ما كانش بيزهق من طردته. حوادث متتالية هزت قريته، حادث سيارة، لدغة ثعبان سام، وسقوط في حفرة. في كل مرة الناس تفتكر إن الحكاية خلصت، لكن إسماعيل كان بيرجع للحياة بشكل غامض. والأغرب إنه في مرة قعد 3 أيام كاملة في المشرحة بعد لدغة الثعبان، ولما أهله جم يستلموا جثته لقوه صاحي. من هنا القلق اتحول لاتهام. بعض الجيران شافوا في نجاته معجزات، لكن أغلبهم بدأوا يوسوسوا إنه مش طبيعي. في منطقة بتؤمن بالسحر والروحانيات، أي حدث غريب بيتحول لقضية مرعبة. بدأوا يخافوا يقربوا منه، وسمعته بقت لعنة. بعد المرة ال5 اللي رجع فيها من الموت، القرويين قرروا ينهوا القصة بإيديهم. أشعلوا النار في بيته وسابوه محاصر وسط الدخان. افتكروا إنهم خلصوا عليه، لكن في المشرحة رجع تاني للحياة. الواقعة دي كانت نقطة فاصلة. حتى أسرته بدأت تبعد عنه. انتشرت حكايات قديمة بتقول إن جده هو كمان عاش تجربة مشابهة، لكن مفيش دليل يثبت ده. لا الطب فهم ولا الروحانيات فسرت. دلوقتي إسماعيل عايش وحيد على أطراف القرية. محدش بيقرب منه، محدش بيشغله. مجرد وجوده في مكان عام بيعمل توتر. هو نفسه مش شايف اللي بيحصله نعمة، بالعكس شايفه لعنة. بيقول إن النجاة من الموت مش عطية، لكنها حمل تقيل خلى حياته عزلة وخوف دائم. الناس بتشوف قصته لغز، لكنه شايفها مأساة. ولحد النهاردة إسماعيل عزيزي لسه منبوذ، عايش مع سر مش مفهوم. سر خلى الموت يرفض يقبله والحياة ترفض تحضنه. طيب، الطب يقول إيه؟ في حالات نادرة اسمها ظاهرة لازاروس، القلب يقف، التنفس ينعدم، يتكتب توفى، وبعد ساعات الدورة ترجع من نفسها. اتوثقت عالمياً، ناس صحيوا جوه المشرحة. حتى في جنوب أفريقيا وبولندا حالات رسمية في الأخبار وعلى لسان مسؤولي صحة. ده نادر بس حقيقي، وبيحصل أحياناً بسبب تراكم هواء في الصدر، أو تغيير مفاجئ في الضغط، أو أدوية أثرت على القلب. الفكرة التشخيص استعجل والجسم رجع. وفي أفريقيا تحديداً في حاجة أخطر، سم التعابين العصبي. في لدغات الكوبرا والكرايت الضحية ممكن تدخل في شلل كامل، بؤبؤ ثابت، مفيش استجابة، شكل موت دماغي مزيف. ومع مضاد السم والتنفس الصناعي في ناس بتقوم بعد ما كانت شكلها متوفي. في تقارير طبية منشورة بتوثق ده حرفياً. والملاريا ملاريا مخية، تعمل غيبوبة عميقة، النبض يضعف، العلامات الحيوية بالكاد تتشاف. في أماكن ريفية التقييم ممكن يغلط، بعدها العلاج يشتغل أو الجسم يستعيد وعيه تدريجياً. دراسات طبية كتيرة بتحذر من سوء التشخيص في الحالات دي.